ملف الصحراء المغربي. عزة الجزائر تزداد والمغرب يقترب من الحسم الدبلوماسي. ولكن قبل الخوض في التفاصيل المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب حتى تتوصلوا بكل الأخبار الحصرية المغربية. رغم وضوح المواقف الدولية بخصوص الصحراء المغربية، لا يزال النظام الجزائري وإعلامه يعيش حالة إنكار للواقع، من اعتبار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مجرد تغريدة إلى مهاجمة موقف فرنسا وإسبانيا وإدعاء اختلاف مواقع بريطانيا. تستمر محاولة تضليل رغم أن المواقف الثلاث متطابقة. الصحراء جزء من التراب المغربي. اليوم تتقاسم دول العالم مواقفها إلى 3 فئات: من يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الجاد والوحيد، ومن يرحب بالمبادرة المغربية دون الاعتراف بأي خيار آخر. في المقابل لم يتبقى لجبهة البوليزاريو سوى دعم 26 دولة، معظمها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتفتقر للتأثير الحقيقي في القرار الدولي. المغرب من جهته يتحرك بثبات على 3 جبهات. أولا، داخل الاتحاد الإفريقي، حيث يسعى لطرد الجمهورية الوهمية عبر تعديل الميثاق، وهو أمر بات قريبا جدا بعد تأمين أغلبية مريحة. ثانيا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يسعى المغرب إلى إنهاء تصنيف الصحراء كإقليم خاضع لتصفيف الاستعمار، والتأكيد على أن هذا الفصل انتهى منذ 1975. ثالثا، في المجلس الأمن تتوفر للمغرب الأغلبية اللازمة لفرض الاعتراف بالمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد، بدعم من دول كبرى كأمريكا، فرنسا وبريطانيا و9 أعضاء غير دائمين، فيما تقف الجزائر معزولة. خلاصة المشهد: المغرب يقترب من حسم ملف الصحراء نهائيا، والجزائر لم يعد أمامها سوى خيارين: إما قبول الواقع الجديد أو الاستمرار في مغامرة مكلفة قد تهدد استقرار النظام نفسه.